السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفه جديده ان شاء الله في مطبخ هدى امين. ان شاء الله اليوم غادي نقدم لكم كيكه ديال التفاح بحجم عائلي. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو فيها، غنحتاجو فيها 5 ديال التفاحات كبار، غنحتاجو كاس اونص ديال السكر سنيده، كاس ديال الزيت نباتيه، 2 كيسان ديال الحليب العبار ديال بالكاس ديال العنبه، غنحتاجو 3 ديال الخمارات، 5 نتاع البيضات، غنحتاجو شويه ديال العصير ديال الحامض، غنوضعو فيه التفاح من بعد ما نقيوه، وغنحتاجو معلقه نتاع قشور ديال الحامض والدقيق حسب الخليط. دابا ان شاء الله غادي نمروا للطريقه. نبداو دابا ان شاء الله نصايبوا الكيكه ديالنا. بسم الله. غنوضعوا البيض من الاحسن يكون الحجم ديالو كبير. غنديروا قريصه د الملحه، ما ذكرتها لكمش في المقادير، غير شويه. وغادي نوضع سكر سنيده كاس ونص، غنخدمهم دابا، غنخدمهم مزيان. انا من بعد ما خلطته مزيان غادي نزيد عليه القشور نتاع الحامض، وغنضيف الكاس ديال الزيت، دائما العبار بالكاس ديال العنبه، وغادي نوضع 2 كيسان تاع الحليب، حليب بارد عادي، غنبقى نوضع دابا الدقيق شويه بشويه. الدقيق حسب الخليط، انا غنوريكم القوام نتاعها. نزيد معاها اكياس ديال الخميره 3، بالنسبه للدقيق ما غاديش نزيد. بالنسبه للدقيق اللي عندي انا راه زادت ليا 12 معلقه عامره، معلقه كبيره عامره، تيبقى الدقيق راه تيختلف. هذا هو القوام ديالها، خصها تكون هكا خفيفه. بالنسبه لديك الكميه ديال التفاح اللي كانت عندي، خديت منها وحده كبيره قطعتها هكا مكعبات، غنزيدها في وسط من الخليط بحال هكا، وغنغبرها بشويه ديال الدقيق باش يجيني موزع في الكيكه كامله بحال هكا. ونخلط غير تخليطه هكا خفيفه، ما نخلطوش بزاف صافي. انا غادي نوضعها دابا في اللاطه، نوريكم الحجم ديال اللاطه اللي غادي نصايب فيها هاد الكيكه. بالنسبه للحجم ديال اللاطه كيف ما قلت لكم، هذه راه كيكه عائليه، عندي فيها 60 على 30، اللي بغى يدير غير نص الكميه يمكن له يديرها. وانتم كيف ما تشوفوا القوام ديالها راه خفيف ما ثقيلش. انا غنوزعو على اللاطه. انتم كيف ما تشوفوا نخرج منها الهواء.
دابا غادي ندير فيها التفاح ان شاء الله اللي باقي. بالنسبه للتفاح انا قطعته، هانتوما كيف ما تتشوفوا هكا شرائح طويله، وكبيت عليه داك الحامض اللي كان عندي معصر. دابا غادي نبقى نستفو هكا بهذه الطريقه، وحيده من وحيده. نتمنى تكون الصوره واضحه لكم. هانتوما غنبقى غادا هكا، انا غنبقى غادا هكا مستمره حتى نكملها. نوريكم الشكل ديالها كيف تيجي. هيا من بعد ما استفت التفاح كامل، هانتوما تشوفوا الشكل ديالها كيف تيجي. تناخذ معلقه ديال سنيده اختياريه هذه، وتنديروا هكا فوق من التفاح، تيعاونوا باش يعطي داك اللون ديالو محمر. تنديرها فوق من التفاح بحال هكا. من بعد ما درت فوق منها هذيك المعلقه ديال السكر سنيده، دابا غادي نوضعها في الفران. الفران بالنسبه لي انا غنطيبها في الفران ديال الضو، غنسخنه على 170 درجه. غنديرها طيب تنعاود نتلاقى معكم باش نوريكم الشكل ديالها ان شاء الله. الكيكه هي طابت، خرجتها من الفران. بالنسبه باش غادي نسقيها، باش غادي ندير لها الوجه ديالها، درت هنا معلقه نتاع الناباج ومعلقه ديال المربى ديال المشماش او ديال الليمون اللي عندكم. غنسخنوهم مزيان هكا في البوطه، نخليهم حتى يذوبوا، وغندهن بهم الكيكه باش نوريكم الشكل ديالها النهائي. الكيكه هي من بعد ما خرجت من الفران ودهنت لها الوجه ديالها بالناباج والمربى. بالنسبه للي بغى يدهنها غير بالناباج بوحدو يمكن له يديرو، ولا بغى يدير غير الكونفيتير. فاش تخلطوهم جوج تيجي المذاق ديالهم زوين. انا غندير لكم في طبق التقديم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل كيف تيجي. الكيكه هي من بعد ما وجدات، هانتوما كيف ما تشوفوا الشكل ديالها. نتمنى انها تعجبكم، ولا عجبتكم الوصفه ديالي ما تنساوش تشاركوا في القناه وتدعمونا بلي لايك، وشكرا لكم بزاف.